يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحل المسألة رقم 5. هنا بيقول لك write a program that asks the user for a number n، يعني من الآخر كده هنطلب من اليوزر ان هو يدخل لنا number اللي هو n. تمام، فبالتالي هاجي كده امسح بس هنا الكود القديم ده واطبق اول نقطة اللي هو هستقبل فيها المتغير الاول. هقول مثلا var n بيساوي read line بعد كده دوت to integer. تمام، وخلي بالك انا سميته n عشان هو قال لي n، لكن انا في الطبيعة اميل ان انا اسميه number مثلا. تمام، لكن هو قال لي ان فخلاص هسيبه ان. تمام، عشان بس هو طالب مني في المساله كده، لكن غير كده انا هسميه نمبر. بعد كده بيقول لك print the multiplication table of n، يعني اطبع لي المالتيبليكيشن تيبل بتاعتها from 1 to 10 using for loop. حلو قوي، يعني هو عايزني اعمل حاجه اسمها multiplication table للn اللي هو دخلها في رينج من 1 ل 10 جوه لوب يعني. فبالتالي اول نقطه هنا اللي ممكن اعملها عارفين ايه؟ ان انا انشئ الفور لوب بتاعتي، حاجه لذيذه كده وهكتبها وهتخلي لي الدنيا يمكن اوضح شويه. هو عايزني امشي في رينج من 1 ل 10 باستخدام الفور لوب، فانا هروح كده اقول له هنا خلي بالك انا عندي فور لوب. الفور لوب هستقبل فيها متغير اسمه نم، النم ده هيكون في رينج من 1 لحد كام يا شباب؟ لحد 10. حلو قوي. طب ايه اللي انا هعمله بقى؟ اللي انا هعمله بكل بساطه ان انا هطبع المالتيبليكيشن تيبل الخاصه بان في الرينج ده. فانت اللي محتاج تعرفه هي ايه المالتيبليكيشن تيبل دي اساسا. ما انت لو مش عارف مش هتعرف تحل المساله. وده ياخدنا النقطه مهمه جدا اللي هي لازم افهم كويس جدا ايه اللي مطلوب مني عشان اقدر احل المساله. لان انا لو مش فاهم ايه اللي مطلوب، لو انا عملت ايه ومهما اجتهدت ومهما كتبت كود مش هعرف احل ابدا المساله صح او المشكله اللي قدامي صح، لان انت ما فهمتش اساسا ايه اللي مطلوب. ودي نقطه مهمه جدا خلي بالكم جدا، لان على قد ما تحس ان هي واضحه، ما اكيد يعني قبل ما احل الحاجه لازم افهم كويس جدا ايه اللي مطلوب. تحس ان الموضوع واضح يعني، اللي هو مين ممكن ما يعملش كده؟ بس لا، ده بيحصل كتير جدا ان انت تبتدي تحل مشكله لعميل اساسا وانت مش فاهم ايه مشكله العميل، وفي الاخر خالص تلاقي نفسك حليت مشكله تانية غير اللي هو عايزه اساسا. بتحصل كتير جدا. المهم دلوقتي لو انا مثلا في المساله دي مش عارف يعني ايه مالتيبليكيشن تيبل، ودي حاجه مش عيب خلي بالك، ممكن فعلا يطلب مني حاجه معينه في بيزنس انا مش عارف ايه المقصود بيها اساسا، فبالتالي شيء طبيعي ان انا هاخد وقت افهم البيزنس ده بيتكلم عن ايه وايه اللي مقصود بالكلمه دي، ايه اللي مقصود بالتوبيك ده، وبعد كده استوعب اكتر يبقى انا محتاج اعمل ايه، فابتدي احل المشكله بشكل سليم. فمش عيب خالص ان انا اخد المالتيبليكيشن تيبل كده واروح اعمل عليها سيرش، فتلاقي ان المالتيبليكيشن تيبل من الاخر اللي هو جدول الضرب، بتاخد الواحد في واحد، الواحد في اتنين، الواحد في تلاته، كده انت حسبت المالتيبليكيشن تيبل لمين؟ للواحد في رينج من 1 ل 10، او للاتنين في رينج من 1 ل 10، او التلاته في رينج من 1 ل 10. يعني المساله دي بسيطه جدا. هو بيقول لك شوف لي المالتيبليكيشن تيبل بتاعت الرقم اللي جاي لك في رينج من 1 ل 10، يعني الرقم اللي هيجي لي اضربه مره في واحد، مره في اتنين، مره في تلاته. يعني انا لو رحت كده في الكود ده هقول له خلي بالك اعمل لي برنت الان كده للنمبر مضروب في الان. كده انا عملت برنت للمالتيبليكيشن تيبل. لان انا مش عارف هيجي لي بكام، ممكن ادخل مثلا 2. تعالى كده نجرب ندخل 2 كده ونعمل انتر، هتلاقي عمل لك ايه؟ عمل لك 2 اللي هي 2 في 1، 2 في 2 ب4، 2 في 6، 2 في 3 ب6 اقصد، 2 في 4 ب8 وهكذا. ممكن كمان طبعا تحط برنت ستيتمنت كده تكون شكلها الطف يعني، فممكن مثلا نقوله بالمنظر ده عشان نوضح اكتر احنا بنعمل ايه. مثلا يعني انا هنا بقول ال n مضروبه في النم اللي جاي لي، وبعد كده ده بيساوي، واحط بعد كده الدولار ساين وكيرلي براكتس، واقول مثلا هنا هتساوي النم مضروبه في مين؟ مضروبه في الان، وخلاص كده واعمل رن. الكود كده هيبقى شكله ايه؟ هيبقى شكله الطف. ممكن ادخل 2 مثلا واضغط انتر فيقول لي هنا 2 في 1، 2 في 2، جاب لي كده المالتيبليكيشن تيبل. يبقى دي بالنسبه لي المالتيبليكيشن تيبل اللي هو عايزها. تمام، موضوع بسيط جدا، شايف؟ حاجه بسيطه قوي، بس كان لازم تفهم ايه اللي مطلوب. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.